كنت جالس في الدار بوحدي والقهوه ديالي حدايا، شعلت البيسي، دخلت نتفليكس كنقلب على شي فيلم ديال الرعب طبعا، وبالاخص مع هذا الجو اللي جالس فيه، الجو مبرد والضو خفيف وجالس بوحدي. انا من النوع اللي كنحماق على الوحده، ولكن هادشي ما كيمنعش انني اجتماعي لحد ما، وعندي صحابي ولكن ماشي بزاف. الفيلم ديال ديك الليله كان زوين بزاف، سالا الفيلم ومشيت نعس بحالي. كانت 3 ديال الليل، فات البيسي هو يصوني التليفون. شكون كيصوني في هذا الوقت؟ صاحبي كريم. الو، فينك كريم؟ صافا؟ الحمد لله اخي ايمن، انت مزيان؟ مالك تصون عليا في هذا الليل؟ عارفك ما كتنعش دابا وطاحت عليا واحد الفكره، خاصنا نسافروا لشي بلاصه بعيده عمرنا مشينا ليها. ديما كنمشيو للبلايص ديال البحر والاماكن الساحليه. شنو بالك نقولوها لسامي وساره ونقصدوا شي بلاصه في الجبال؟ كنظن تكون تجربه زوينه بزاف. قولها لهم ونتلاقاو غدا في القهوه اللي كنجلسوا فيها ونقادوا البلان. وبالفعل تلاقينا، كنا اصدقاء ديال الطفوله، دوزنا بزاف مع بعض، واخا كل واحد مختلف على الاخر. كان سامي شاب مسالم وكوميدي نوعا ما، وكانت ساره بنت زوينه وكتبان كيوت ولكن الشخصيه قويه ورجوله. كان كريم صاحبي اللي قريب ليا بحكم كنترينيو بجوج، وفي معظم الوقت كنت انا وياه، بيناتنا بزاف ديال القواسم المشتركه. هضرنا على السفر وشنو غادي نحتاجو، واختارينا الوجهه ديالنا اللي كانت واحد المنطقه نائيه في جبال الاطلس. كلشي كان متحمس لاول تجربه ديالنا في هذا النوع من السفر. وجدنا كلشي تقريبا، منها الخيام ولوازم ديال الطياب وبزاف ديال الفواكه الجاف. واتفقنا على الوقت وقررنا نمشيو بالطوموبيل ديال ساره بحكم انها الوحيده اللي عندها الطوموبيل. وديكشي اللي كانوا جا النهار وقصدنا الجبال. وصلنا للبلاصه وكانت فحال شي مكان من شي فيلم في هوليوود، مكان خاوي مهدن وواحد السكون كيشق القلب. وبحكم انني من عشاق الوحده والسكون طحت في حب هذا المكان. وجدنا البلاصه وحطينا الخيام حدا واحد الواد اللي كان كيشق ديك المنطقه كامله. جا الليل وشعلنا العافيه وبدينا كنوجدوا من ناكل. كنتهاودوا وكنجبدوا مواضيع في قلب ديك الجبال والهدوء والليل. كانت شي حاجه واعره بزاف. صارنا ديك الليله حتى ل4 ديال الصباح، ومن بعد كل شيء قصد الخيمه ديالي. وانا داخل الخيمه ديالي بحال شي حد كان هنا كيقلب على شي حاجه. خرجت سولت صحابي واش شي حد كان هنا، كلهم قالوا لي لا. بغيت ندير بحال هاد الشيء عادي، ويمكن انا اللي قلبت ونسيت، ولكن الصراحه دخلني الشك وبداو كيجوني شي افكار لعقلي. ولكن قلت ايمن ما كاين والو، ارتاح في حالك. غير حطيت راسي وانا نسمع شي حد كيتمشى بشويه، وبديت كنشوف الخيال كيقرب شويه بشويه. وجدت راسي باش نوض، دخلني الوسواس من بعد هاد الشيء اللي وقع. حطيت يدي على الموس وبديت كنتسنى شكون اللي غيفتح الخيمه. وانا نسمع ايمن مازال ما نعستي؟ كان صاحبي سامي. قلت له مازال، ولكن راك خلعتيني. قال لي واش كتخاف؟ قلت له لا، ولكن حنا وسط الجبال ولقيت الخيمه ديالي مرونه ودخلني الشك. قال لي حنا بوحدنا في هاد الجبال وهنا الامان، ما عنده لا شي يدخلك الوسواس. وقال لي هو اللي اقترح على كريم هاد البلاصه حيت كيعرفها مزيان فيتجا لهنا. قلت له سحبني الفكره ديال كريم. قال لي الفكره ديالي من الاساس، وقلتها لساره هي الاولى وقلتها لكريم، وكريم قالها لي. قال لي كنت باغي نجي غير انا وساره، يلا نتمشاو شويه، بغيت نقول لك شي حاجه. قلت له انا ما جانيش الناس وتحركنا. قال لي انت عارفني كنبغي ساره. قلت له ولكن كنظن داكشي في ايامات الجامعه. قال لي عمرها ما فرقت عقلي وقلبي، واللي ما عرفوش انت وكريم وانني هادي عام فكرت نتزوجها. وهضرت معاها وقالت لي باللي مستحيل، وهي كتشوفني بحال خوها. وقالت لي باللي اخر مره نولي نهضر معاها في هذا الموضوع الا بغينا نبقاو صحاب. وقالت لي من الاحسن انه حتى واحد من صحابنا ما يعرف بهذا الشيء. وداكشي اللي كان. قلت له صراحه ما كنتش كنعرف ان القصه تطورت هكا، وما كنتش كنعرف كتبغيها حتى لهاد الدرجه. كان ديما كيحاول يعبرها على الحب المجنون اللي كيحس به من اتجاهها، وكانت ديما كتقمعو وكتبين له باللي هو ماشي من النوع اللي كتبغي، وهو اخر شخص تقدر تفكر فيه. ولا زاد فهاد الشيء راه ما غيبقاش حتى صديق. قال لي هاد السفر كان المفروض يكون غير هو وياها، ولكن هي ما بغاتش وشرطات عليه يكونوا الصحاب كاملين. الصراحه كان كيهضر وهو كيشوف بعيد، كيبان عليه باللي عقلو غير مع ساره، ولكن انا ما كنتش عارف باش نقدر نفيدو. رجعنا ديك الليله وكنت انا عييت. دخلنا نرتاحوا صباح الصباح في ديك البلاصه الزوينه، الهدوء والصوت ديال الماء. وبعض المرات كيدوز شي واحد من المنطقه كيقول السلام. كنا مجموعين كيف ما العاده، كنفطروا وكنهضروا على المنطقه والجمال ديالها. وكنت من ديكشي اللي عرفته البارح بديت كنفهم هو علاش ساره كتجنب سامي، وعلاش هو ديما كيبغي يدير لها شي حاجه زوينه باش يتقرب منها. ولكن ما يمكنش نتدخل حيت كل واحد حر
في اختيارات. ومن بعد خرجنا نتعرفوا على المنطقة، وفي الطريق قالت سارة باللي بغيت نقول لكم شي حاجة زوينة بما انه نتوما صحابي وعزاز عليا. واول واحد نطق بطبيعة الحال هو سامي. وهنا كانت الصدمة ماشي لينا ولكن لصاحبنا سامي. والخبر هو ان سارة تخطبات ومور شهر عندها العرس وباللي حنا معروضين. ويمكن لك تخيل الوجه ديال سامي وكيفاش تحلو عينيه. وانا حيت عارف القضية ما عرفتش واش نقول مبروك او لا نهضر مع سامي. والوحيد اللي قال مبروك هو كريم. وقع السكاس والجو ولا مكهرب وكيبان لك سامي غادي فحال شي زومبي. كانت فحال نهاية العالم بالنسبة ليه. ولكن السؤال اللي سولت راسي هو كيفاش عارفه كيبغيها وقدرات تأذيه بهاد الطريقة. واش ما قدراتش تصبر حتى ما يكونش هو او لا دارتها بالعاني. جليلو كانت الامور مخربقه مور الخبر. وبحكم ان سامي صاحبي قررت ندير شي حاجه تخفف عليه ولو غير شويه. مشيت لعنده قال لي باللي مريض وبغى ينعس وما باغيش يهضر. قررت نخليه بوحده في حين ان ساره كانت كتضحك بالجهد مع كريم وكتقول باللي خطيبها محامي وبوغوس وكتبغيه بزاف. بصراحه كان عندي احساس خايب ديك الليله. حسيت باللي غادي توقع شي حاجه خايبه ودخلت نعس بحالي والمورال طايح. كانت شي 6 ديال الصباح فاش فقت على غوات هيستيري ديال صاحبي كريم. نط كنجري نشوف شنو كاين. والمشهد كان ان ساره كانت مرميه حدا الخيمه ديالها ومذبوحه من الودن حتى الودن، مذبوحه بطريقه بشعه. وكريم حداها كيغوت منها ولا المشهد. ما عرفت ما ندير وعرفت باللي سامي هو اللي صفى عليا. من بعد 15 دقيقه عمرت الدنيا بامن المنطقه وقبطوا سامي وهو في حاله هيستيريه واعترف بالجريمه ديالو. وفي الاخير اللي نقدروا نستخلصوا من هذه القصه الحقيقيه وبدون تأييد لداكشي اللي دار سامي. ولكن جرح المشاعر والتلاعب بها يقدر يؤدي لكوارث وجرائم لا تحمد عقباها. قولوا لنا آراءكم وشاركوا هذه الحلقة مع من تحبون. والسلام عليكم.